لو لم ينسحب الأهلي من هذا الدوري المسبوم المشبوه الفاسد، حسابه هيكون كتير وكبير في التاريخ. أنا هتكلم معاكم على الله، كلمة لوجه العدالة، لوجه الله، قبل ما تكون لمصلحة الأهلي أو لجمهور الأهلي. بطولة بهذا الشكل، فساد بهذا النوع، حكم بهذه القسوة والفساد، لا يجب التعامل معها على الإطلاق. على النادي الأهلي أن يحترم تاريخه ويحترم قيمته ويحترم موقفه ويحترم جمهوره ويحترم أبسط قواعد العدالة. هذا الحكم الفاسد لما تبقى الكرة قدام عينه واللاعب ايده مكبرة جسمه وضربة جزاء الشيخ حسني يحسبها، مش محمود وفا ولا محمود زفت، والفار يجيبه محمود عاشور حكم الفار اللي انا قلت لكم من الاول ان ده الحكم الاول دلوقتي في افريقيا في الفار. الراجل عمل اللي عليه وقال له تعال تنيل عينك شوف الكرة ضربة جزاء، والاخ وفا ده ولا زفت مفيش حاجة تمنعه من رؤيتها، الكرة قدام عينه. لما ما يحسبهاش يبقى ده حكم فاسد، يبقى ده حكم فاسد لا يرقى ابدا انه يحط في بقه صفارة ولا يحكم بين الناس. الاخ دياب، الاخ ابو ريده، الاخ ابو مش عارف مين، شوفوا لكم حل في منظومه الفساد دي. مش منظومه تحكيم، دي منظومه فساد. ده حكم داخل يودي الدوري في سكه، ده حكم نازل يدوس على الاهلي. انا شميته من الشوط الاول، تريزيجيه بره ال 18 الراجل مقلعه الفانيلا قدام عينه، قدام عينه الفاسد ما حسبهاش، فضل يمشي 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 جو كرة ياسر ما يقدرش يمنع حاجة فيها، اهي شوطة. لكن تقول لي لاعب ايديه مفرودة ومكبرة جسمه والكرة فيها وهو الحكم الفاسد شايفها قدام عينه ما يحسبهاش؟ لا، ده حكم بقول لك بلغ درجات الفساد والفضايح، ده ريحته فايحة قوي. على الاهلي اتخاذ موقف حاد، وانا شخصيا بطالبه بسرعه الانسحاب من هذه البطوله. ده مستوى في الكوره وفي العداله ما ينفعش تتعامل معاهم. يقول لك اللائحه طبق، اللائحه طبق، الفايحه طبق، اللي انت نيله عايز تطبقها كرابطه ولا كزفت، طبق اللي انت عايز تطبقه اذا كان يرضيكم ان ده مستوى تحكيم في بطوله. الاهلي لازم ينسحب. لابد ان شريط المباراه والكره دي تروح للاتحاد الدولي لكره القدم، تروح للجنه الحكام، تروح للجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، يتقال لهم عندنا حكم فاسد يجب بتره. ده فاسد يجب بتره، لانه بقول لك ممكن تلتمس ليه عذر، انما يقول لك نغنشت عيني عميت لحظه. طب يا فاسد، الفار جابك وادالك فرصه تشوف. ايه الاصرار على الفساد؟ انا نفسي يقول تفسير هذا الفاسد. اذا كانت ايد اللاعب مكبره جسمه والكره جايه فيها وموقفاها مخفضه قوتها وطبت وراه، ايه اللي يمنعك من احتسابها غير ضميرك الاسود؟ في حاجه تمنعك تانية؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده؟ التحكيم الافريقي راح في 60 داهيه وشطبوا حكامه وودوهم السجن وقال لك الاشكال القذره دي ما تنزلش الملاعب تاني. التحكيم الافريقي تبرى وتطهر من البلاوي السوداء دي. دولي ايه وخرا ايه ده اللي ينفع فيه؟ دولي ايه بس؟ لكن مش هلوم عليه، اللوم على النادي الاهلي. انت رايح تدفع فلوس 100,000 دولار عشان تجيب حكام اجانب لمباراتي بيراميدز والزمالك، والبلاوي السوداء دي، والبلاوي السوداء، وحكم خرا فاسد بهذه القيمه هتعمل له ايه؟ انا اسف جدا، لكن ده فعلا مستوى ضميره عدى المراحل المعفنه دي. لازم اتخاذ موقف حاد من البطوله كلها ويعملوا اللي يعملوه. مش هلعب في الوساخه دي، مش هتعامل بالمستوى المتدني ده، مش هقبل بالرشاوي والفساد اللي موجود ده، مش هقبل توجيه الدوري. ما يتعادل الاهلي او يخسر الاهلي، بس يخسر كوره، يخسر كوره ويخسر امانه ويخسر نزاهه. لا ده الدوري اللي هيضيف للاهلي ولا اللي هيقلل من قيمه الاهلي، بس بنظافه واحترام وعداله.
ما سيراميكا عامل ماتش كويس، مش محتاج حكم فاسد عشان ينقذه. لكن يوصل كده، انا بقول لكم لو عاشور ما جابهوش هيقول، لكن جابك يا فاسد، جابك يا فاسد عشان تاخد فرصة تراجع نفسك. يحصل اللي حصل ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بجد يعني؟ لو مفيش موقف شرب وحد وعنيف تجاه البلاوي السوداء دي، امال هيبقى امتى؟ هيبقى امتى وهيبقى فين وهيبقى ليه؟ بلا دوري بلا زفت. فضوها سيرة وارحموا نفسكم من التعامل في الاجواء القذرة ديت. ده مش تحكيم ولا عدالة ولا احترام ولا اي حاجة. لكن جمهور الاهلي العظيم الجميل المحترم، شكرا، كنت عند المستوى. لعيبتك كانوا بروح عالية، ضغطوا كتير، حاولوا كتير. الروح دي هي اللي كنا بنطالب بيها. وتاني وتالت، مش القضية ان الاهلي يخسر، ومش القضية ان الاهلي يتعادل، ومش القضية ان الاهلي يفقد دوري. القضية ان الاهلي يسكت على تعاملات قذرة في تحكيم فاسد مع حكم فاسد بهذا المستوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. شكرا لكم. السلام عليكم. هحاول امسك اعصابي عشان ما اقولش كلمه اتحبس عليها ولا حاجه. انا برضو عندي عيال بعد الماتش ده وهخاف عليهم شويه. الدوري السنه دي كالاتي: جت اوامر من الراجل الكبير الزملكاوي الكبير ان الزمالك السنه دي لازم ياخد الدوري كويس. فبتتلعب اللعبه كالاتي، هنمشيها كالاتي. على فكره الخطيب عارف بس مش قادر يتكلم، عارف ان الدوري موجه وعارف ان هو الاهلي مش هياخد الدوري السنه دي من بدايه الدوري، والكلام ده متوجه، عشان كده شارك في بعض المصايب بس هو مش قادر يتكلم. بتتلعب اللعبه ازاي؟ اي ماتش يجي الاهلي يلعبه كويس، تبدا حمله على الفريق اللي هيلاعب الاهلي ان هو هيفوت، ده فريق التفويت بتاع الاهلي. والحكم حتى لو جابوا حسين لبيب، ده الحكم ده اهلاوي، ده فاكر ده اداهم ضربة الجزاء، ده الحكم ده من صغره اهلاوي. تبدأ اللعبة كده، وتبدأ صفحات وسخة زملكاوية وتابعة ليها، تبدأ تعمل حملة كبيرة على الحكم والفريق اللي هيلعب الاهلي كويس. مفيش مشكلة انك تلعب برجولة عادي، ديت ما تزعلش، بس تلعب كل مبارياتك بنفس الشكل، صح؟ طيب دي نقطة. يبدأ الحكم بقى الحملة عليه، تبان ان في ضغط عشان يبان ان هو هيلعب بنزاهة، لكن الحقيقة ان هو واخد الاوامر. في ماتش النهاردة مثلا على سبيل المثال، انا هديك اكتر من مثال. خلاص الماتش رايح للتعادل، الجون بتاع ياسر ابراهيم ما فيهوش اي حاجة، هنلغيه ازاي؟ للاسف ما فيهوش حاجة، خلاص احسبه كده كده التعادل حلو برضه. طب جت لمسة اليد واضحة، هنعديها ازاي دي؟ مفيش مشكلة، اعمل ان انت بتشوفها وروح في الفار وهنغميها وهنحاول نجيب زاوية كده مش واضحة، وبعدين ما تحسبهاش، يبقى انت رضيت الكل. رحت شفت الكرة وفي الاخر ما حسبتهاش وضحت. طب هو الاهلي وصل كده ليه؟ انا هقول لك. الاول الاهلي وصل كده ان في اوامر عايزة ان الاهلي ما ياخدش الدوري السنة دي، واضحة جدا. والله لو الاهلي لو اللعيبة قطعت نفسها مش هياخد الدوري، يعني مش هياخد الدوري، خلاص دي اوامر واضحه ان نادي الزمالك لازم ياخد الدوري. طيب بكل الطرق المشروعه والغير مشروعه بقى، كل الاعلام الرياضي متوجه ومتحد، الناس اللي في القنوات اللي هي بتبان ان هي محايده كلها متوجهه ناحيه ان لازم الزمالك بدعم جماهيري غير مسبوق ودعم كبير من القنوات الاعلاميه ودعم اعلامي كبير ان لازم الزمالك ياخد الدوري. موضوع ايقاف القيد ده اصل ده شغل من الفيفا، هم ما يقدروش يخلصوا معاه، شغل الفيفا ده هم ما لهمش فيه، هو لو في حاجه في الداخل هنا يقدروا يخلصوها. فموضوع ايقاف القيد ده الفيفا، وهم ما لهمش سلطه على الفيفا. الخطيب بقى عارف الموضوع ده من الاول خالص، ولكن هو مشارك في الدور كمسرحيه، يعني واخدين الاهلي. تخيل ان الاهلي اصبح جزء من مسرحيه. الاهلي افضل نادي في افريقيا، الاهلي الاسم الكبير ده الخطيب خلاه مشارك في مسرحيه الدوري اللي لازم يروح للزمالك. تخيلوا.